السلام عليكم ومرحبا بكم على قناتكم أشواق اليوم. أخبار المغرب. علاقة إيران بالبوليزاريو، صحيفة مقربة من حزب الله ترد على المغرب. اعتبرت صحيفة الأخبار اللبنانية الموالية لحزب الله بأن اتهامات المغرب لإيران بتسليح جبهة البوليزاريو تأتي في سياق الضغوط الأمريكية الإسرائيلية على دول عربية لإعلان الخصومة مع إيران وحزب الله. واعتبرت الصحيفة أن الاتهامات المغربية لإيران بتسليح جبهة البوليزاريو تأتي كذلك في إطار ما وصفته باستجابة الرباط لشن حملة ضد إيران وحزب الله على خلفية حربها مع جبهة البوليزاريو. وتطرقت صحيفة حزب الله وفق الأيام إلى التصريحات الأخيرة للسفير المغربي في الأمم المتحدة عمر هلال، الذي أرسل رسالة إلى مجلس الأمن الدولي يطلب فيها التدخل للضغط على إيران وحزب الله لوقف عمليات تقويض الأمن في دول المغرب العربي. وتحدث السفير المغربي على أن لإيران وحزب الله تواجدا في منطقة في جنوب الجزائر لتدريب مقاتلي البوليزاريو وتسليحهم بطائرات مسيرة من صناعة إيرانية. عمر هلال وخلال ندوة صحفية التي عقدها بعد اعتماد مجلس الأمن لقرار جديد حول الصحراء المغربية، عرض صور لطائرات درون إيرانية أكد أن طهران سلمتها لجبهة البوليزاريو، مشيرا إلى أن سعرها يتراوح بين 20 و 22 ألف دولار، وأن شراء طائرة واحدة كفيل بإطعام 300 شخص في السنة وتطبيب 500 شخص في السنة وتعليم 120 طفلا. وحذر الدبلوماسي المغربي من أنه ستكون هناك عواقب وخيمة إذا قامت جبهة البوليزاريو باستخدام هذه الطائرات درون لتهديد أمن وسلامة المغرب، مهددا بأن المملكة ستتصرف بقوة إذا ما قامت الجبهة المدعومة من الجزائر ودول مناوئة للوحدة الترابية للمملكة بذلك. وتعتبر جريدة الأخبار اللبنانية أن المغرب لم يقدم أي دليل على هذه الاتهامات التي بدأ بتوجيهها قبل مدة، إلا أن الحكومة اللبنانية تدرس الأمر على نحو جدي لاحتواء الموقف اللبناني، بعدما قال هلال أن المغرب سيرد بقوة. وكان المغرب قرر في أول من ماي 2018 قطع علاقته الدبلوماسية مع إيران، وطلب من سفيرها مغادرة الرباط واستدعاء سفيره من طهران في خطوة كانت كلمة السر فيها هي الصحراء، إذ أعلن وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة حينها أن الجمهورية الإيرانية تقدم دعما ماليا ولوجستيكيا لجبهة البوليزاريو عن طريق حزب الله اللبناني الذي يوفر أيضا تدريبات عسكرية للجبهة. إذا عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا وتدير جيم وتابونا في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك آخر الأخبار.